البتنجان المخلل مفيش احلى منه، ريحه وطعم. عاملاه النهارده بطريقه تحفه، هتعجبك جدا جدا. هقولك ازاي تعمليه وازاي تقدري انك انت تحتفظي بيه عندك في التلاجة مده طويله، وهقولك ازاي تعمليه وتاكلي منه على طول كمان. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت نرفع الفيديو بلايك وشير وكومنت حلو كده. يلا بينا. اول حاجه انا بستخدم البتنجان الصغير، بتنجان العروس. بحب قوي استخدم البتنجان اللي هو البنفسجي ده، والبتنجان الاسمر او الاسود موجود في السوق، وتقدري بقى تنقي اي حجم انت بتحبيه. انا بحب البتنجانه الصغيره دي. بجيبه بغسله طبعا حلو قوي. بعد كده بشيل الغطا بتاعه الاخضر اللي فوق ده، بشيله بالطريقه دي. تقدري ان انت كمان تشيليه بالسكينه، مفيش اي مشكله. هنجيب بقى الميه اللي هنسلق فيها. انا غليت الميه عشان اسهل موضوع السلق يبقى سريع. جبت الميه عندي حوالي 4 كوبايات ميه، نزلت عليهم بمعلقه صغيره مليانه من الملح، ونزلت عليهم بنص معلقه من البابريكا ومعلقه صغيره مليانه من الكمون. وبعد كده قلبت المكونات بتاعتي ونزلت عليها ب3 معالق كبار من الخل، وكان عندي بقى قطعتين بنجر نزلت بيهم عشان يديني اللون الاحمر الحلو ده. وبعد كده هنزل بالبتنجان بتاعي كله وهرفعه على النار، على نار متوسطه. قعد معايا حوالي ربع ساعه، كل شويه ببص عليه عشان اشوفه استوى معايا ولا لسه. ويا سلام بقى لو عندك طبق او حاجه تحطي تقل كده عليه عشان يبقى اللي فوق يستوي على طول، لانه بيطلع لفوق شويه ساعه السوا. طيب اعرف انه استوى ازاي؟ زي ما وريتك كده بالظبط، اول ما تجيبي البتنجانه وتضغطي عليها تلاقيها استوت معاكي. طيب لو انا عايزه اخلله يقعد معايا شهر واتنين، هسلقه نص سلقه، نص سلقه، مش هسلقه سلقه كامله. هنا انا سلقته حلو قوي لان انا عامله كميه صغيره وهستهلكها على طول. وانا دايما بعمل الكميه بتاعتي دي بتكفيني اسبوع 10 ايام، وبجدد كل شويه. الميه دي بقى هركنها على جنب عشان دي مهمه جدا معانا. هنبدا نعمل الخلطه بتاعه البتنجان او الحشو بتاع البتنجان. استخدمت فلفل اخضر واحمر رومي وقرن فلفل حامي كده ونص راس توم. وبعد كده نزلت عليها ب3 ليمونات كبار عصير ليمون، ونزلت ب3 معالق كبار من الخل، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره والكمون هو روح البتنجان. بعد ما خلطتهم بفضيهم عندي في البوله بتاعتي، وبضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت. بعد كده بديله تقليبه. الزيت بيديله لمعه حلوه، وبيساعد كمان معايا في حفظ البتنجان لمده اطول. بجيب بقى البتنجان بتاعي بيكون بريت شويه، ببدا ان انا افتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى السهوله. طبعا شايفين لون البتنجانه من جوه عامل ازاي؟ ده علشان انا سلقته صح، لا البتنجانه مسوده معايا من جوه ولا اي حاجه. بتفضل البتنجانه معاكي من اول واحده لاخر واحده زي الفل. وزي ما قلت لك، لو انت عايزه تحتفظي بيه تسلقيه، يعني تحتفظي بيه مده طويله يقعد معاكي شهر واتنين، يبقى نص سلقه. تمام. ببدا ان انا احشي البتنجان بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. مش قادره اوصف لك على حلاوه الخلطه دي عامله ازاي. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك حلو للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد. وما تنسيش كمان تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم باذن الله. ودايما طول ما احنا شغالين يا حبايبي على طول ذكر ربنا في بقنا، الاستغفار، نسمي الله في كل خطوه، في كل حاجه بنعملها نسمي الله، نذكر الله، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الحاجه بيبقى فيها بركه كده يعني ما حصلتش. هنا البتنجان بتاعي بعد ما حشيته كله ما شاء الله ما شاء الله طالع يجنن. شايفين اصلا البتنجان قد العقله، تحفه. انا بحب قوي قوي حجم البتنجان ده في المخلل. هجيب بقى علبه التلاجة بتاعتي وهبدا ارص المخلل فيها بالشكل ده. برصه عادي خالص. مش قادره اوصف لك، الوصفه دي حلوه جدا جدا. طبعا الكميه اللي انا عاملاها دي زي ما قلت لك، انا مثلا كل اسبوع كل 10 ايام ببدا اعمل الخلطه دي، او بعمل البتنجان ده وبركنه عندي في التلاجة. بسحب منه اول ما بيخلص بعمل غيره. حابه بقى تعملي كميه كبيره اعملي وانتي عرفتي هتعمليها ازاي. هاجي بقى هنا اللي باقي عندي من خلطه الثوم، هنزل عليها بكبشتين كبار كده، يعني حوالي كوبايه من ميه السلق. كوبايه كبيره من ميه السلق بنزل بيها على الخلطه اللي باقيه عندي، واسقي بيها البتنجان بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وانزل بقى على الوش كده بكام ليمونه كده بقطعها شرايح كده او ترانشات، وانزل بيها على العلبه بتاعتي واغطيه واحتفظ بيه في التلاجة يقعد معاكي اسبوع و10 ايام و15 يوم كمان. ريحته وطعمه مش قادره اوصف لك حلاوته، انت لازم تجربيه عشان يعني تشوفي حلاوته عامله ازاي. مش عايزه اقولك انا عملته واكلت منه في نفس اليوم وفي نفس الوقت يجنن. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير.